كيف ما كتعرفوا حنا حركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء الشباب المستقلين. جينا اليوم تضامنا مع النساء المضربات عن الطعام والرجال المضربين عن الطعام داخل السجون كزيارة تضامنية. وحنا كيف ما كتعرفوا الحركة كترفع مجموعة من المطالب اللي من بينها إطلاق سراح للسجين. كاع المعتقلين ديال معتقلي الرأي والعقيدة والمعتقلين السياسيين كيف ما كانت المشاريع ديالهم، حنا كنتمناو تنتهي هاد الصفحة ونغلقوها ونبداو صفحة جديدة، صفحة ديال العهد الجديد نيت اللي كنا سمعنا تحقق على أرض الواقع، نعيشوا فيها بأمن وأمان ونعيشوا كاملين بالحرية اللي عطاها لنا الله اللي خلقنا بها، ونقاضي عهد سنوات الرصاص وتنقاضي سنوات القمع وتنقاضي السنوات اللي كانت الحريات فيها مقموعة. هذا هو السبب. كيف ما كتشوفوا شباب الحركة راهم جايين طواعية وجايين تضامنا، وكاين اللي كان دخل في إضراب عن الطعام مدة 24 ساعة تضامنا، منهم شاعر الحركة عديل، ومعنا الأخ موسى غادي حتى هو يدير مداخلة، وعديل الشاعر، معنا الناس ديال لجنة الإعلام ديال الحركة، معنا مجموعة ديال شباب الحركة اللي جاو تضامنا كيف ما قلت في الأول. موسى السلام عليكم. تحية للأخوات اللي غادي نطلبوا أنه يعني أن المسيرة الأخرى شاركونا الإخوة. نتمنوا أنه في المسيرات يعني أنه ملي نضبطوا الجانب الأمني، وهذه كتعرفوا أنه داخل الحركة إذا كان الجانب الأمني يعني أنه كان مسموح مثلا أنه تكون المسيرة وهذه يشاركونا حتى الأخوات ويكونوا الإخوة بكثرة، يعني باش المطالب تعرف واحد القوة. كانت هذه المرة الأخيرة يعني المسيرة الأخيرة كانت المشاركة ديال الإخوة وكانت فعالة، يعني تمت التغطية ديالها في وسائل الإعلام هذه، وقمنا احنا الشباب ديال الحركة المستقلين بحماية الإخوة، يعني بتشكيل واحد الحزام اللي كيتقدم المسيرة وكانوا معنا الإخوة. نتمنى أنه في المسيرة الماجية يعني من بعد ما يبلغوكم الإخوة والأزواج والأبناء ديالكم يعني أنه بأن راه الجو يسمح أنكم تشاركونا، وشكرا.